السلام عليكم حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 يا بنات من اخر فيديو. النهارده فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله هنبدا نفرش كده الليفينج ونحس كده بالدفء. اخيرا اخيرا هنفرشه هنظبط كده ونحط الحاجات الجديده والديكورات الجديده. فان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون كمان خفيف على قلبكم. بس طبعا لو انت اول مره تشوفيني، انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده واعملي فولو على الانستجرام. كل اللينكات بتاعتي موجوده في صندوق الوصف. وتعالي بقى نبدا نشتغل على طول. طبعا يا بنات الفيديو اللي انا عملت فيه الليفينج ده معاكم كنت عامله فيه تنظيفات عميقه جدا جدا جدا، من السقف للارض للحيطان، للشبابيك للارفف، لكل الحاجات اللي كانت موجوده في الاوضه. طبعا الناس اللي شافت الفيديو هيكونوا عارفين انا عملت ايه. وشلت كمان الكفرات بتاعه الكنب والظهر والمقاعد عشان تتغسل. وهنا بقى كنت كمان غسلت معاكم الكنب نفسه بتاع الركنه، الثلاث كنبات دول، وكنت سايباهم بقى ينشفوا. خدوا يومين ثلاثه كده مع نفسهم. طبعا في اليومين ثلاثه دول الاوضه يعني في طبعا طفله جميله عسوله ربنا يحميها، كانت بتحط حاجات برضو تقطع ورق وتلعب وتعمل في الاوضه عشان التلفزيون. فالاوضه حسيت كده ان الارض مش نظيفه، فمش هينفع ان انا افرشها بالمنظر ده. فقلت لا، اديها كنسه كده سريعه واديها تلميعه كده سريعه عشان نفرش كل حاجه على نظافه. فالاول حاجه بقى بدات اشيل الحاجات اللي كانت موجوده، وشلت السلم طلعته بره، وهبدا ارص الكنب في مكانه. بس طبعا حبيت انضف كل كنبه المكان اللي تحتيها عشان ارجعها كده على نظافه مبقاش فيها اي تراب. طبعا العمله دي بنعملها فهفرش السجاد، فالموضوع يعني هيبقى صعب كده كل شويه ان انا اشيل سجاد وانضف تحتيه. فبما ان الارض كده فاضيه ومفيش سجاد والكنب خفيف كده معلوش حاجه، فالموضوع بيكون سهل كده معايا على طول. كنست كده الأوضة كلها واديتها تلميعة حلوة. هسيبها برضو تنشف كده حوالي ربع ساعة، وفتحة الشبابيك تهوي الأوضة. وبعد كده هنفرش كده إن شاء الله مع بعض. هبدأ بقى كده الحاجة اللي بتنشف واحط بقى الكنبة كده مكانها عشان أبدأ أنسق ونرتب كده الأوضة سوا. شلتي معاكم السجاده التانية اللي انا كنت فرشاها، قلت لا افرش حاجه تانية كده مختلفه. والحمد لله السجاده دي كانت عندي نضيفه وكنت شايلاها، حتى هتلاقوا كانت مكان البرمه والملفوفه كده. ففرشتها. وهنا بقى هبدا اخد الكفرات كلها بتاعه الظهر والكنب والكوشنز كله. هبدا اكوي. طبعا مش هكوي كل ده معاكم، انا بوريكم بس عشان الحاجه لما بتتكوي بتفرق جدا في شكلها حتى ولمعتها. الكوي مع البخار بيدي لمعه كده حلوه للمفروشات. بس طبعا اهم حاجه تكون النوع اللي انت بتستخدميه يكون بيتكوي، او القماش اللي عندك يكون بيتكوي. فطبعا هنا مسكت بقى كل الكفرات عشان شكلها يبقى حلو، وما تحسش كده ان في يعني كرمشه كده في القماش. بتفرق جدا. هتيجي تقولي لي طب ما هيتحط جوه الكفر او جوه الشلته فهو هيفرد نفسه؟ لا، بيبان برضو الكرمشه بتاعته. فبصوا اللمعه اصلا كمان بتاعت الكي عامله ازاي، تحسي ان بصوا اكنك لسه جايباه جديد. فرشت بقى كده المقاعد. خدت وقت كتير جدا جدا. انا طبعا مش مصور الكلام ده، بس انا قعدت كده مع نفسي وقعدت بقى اركب كل الكفرات ديت بتاعت الظهر وبتاع. خدت وقت كده حلو لحد ما ركبتهم. يمكن هما بيبقوا ارخم حاجه فيهم كده انك تقعدي بقى تفكيهم وتغسليهم وياخدوا وقت وتلبسيهم. فالموضوع بيكون صعب، بس بصراحه برتاح يعني. اللي هو بس يعني لو حاجه اتدلقت ولا حاجه في اي وقت على طول كده باي منظف برسيل ولا حاجه، برسيل جل وفرشه كده او فوطه وبديها التلميعه اي بقعه بتتشال. بس احنا برضو بنعمل ريفرش كده او تنظيفات الحلوه بتاعت الشتا دي عشان نرتاح قدام. هنا بقى نيجي للزلط. شفتوا الفيديو اللي فات كنت نقعاه في البانيو وكان عامل ازاي؟ يعني بصوا هنا شلته تاني يوم. قعد حوالي يومين كده حطاه على البطانية دي. قلت بقى عشان ما يبقاش فيه اي مية وما فيهوش اي يعني شوائب ولا اي حاجة. وانا شايلة فعلا الزلط من المية، ما فيهوش اي تراباية حتى ولا اي حاجة صغيرة حتى لازقة فيه. فحطيته كده وجبت بقى الزرع ده، حطيت بقى الفرع الاورنج عشان خاطر يكسر شويه اللون البيج اللي في الهيش. وحطيت بقى الفازه هنا على جنب. لسه طبعا هنبدا نكمل تنسيقات، بس انا بحاول الجزء اللي اخلصه او مفرشاه على طول. نيجي بقى للستاير الرخمه بتاعتنا ديت اللي بتاخد وقت معانا. طبعا عشان شناكل لسه ما حولتهمش الحلقان، والله ما فضيتش خالص. فهنا بقى هطلع اركبهم. بس بصراحة نتفوا زي الفل. بصوا يعني تحس ان هو بيلمعوا، بيبان جدا اللون البيج دوت اللي هو الشيفون. بيبان فيه اي تراب، وخصوصا كمان فترة الصيف انا ببقى فاتحة الشباك ومعتمدة ان السلك بس هو اللي بيكون مقفول.
فمع الهوا تلاقي الشيفون ده بيلزق في السلك، مرة على مرة بيبدأ بقى اللون بيغمق والتراب بيجي يلزق فيه، فبيبقى باين فيه ان هو مش نضيف، بيبان فيه. فعشان كده بحاول كده كل فترة على طول اغسله، يعني مش لازم اشيل الستارة التقيلة، على الاقل بس بشيل الشيفون اغسلها وارجع افرشها كده تاني. طبعا مش شعلقة فوق لحد قلت ما اخلص كده اركب الستاير كلها. هي كده بصي بقى الجزء اللي بركبه بحاول كده تخرج بايدي من فوق عشان ما اشدش من تحت والاقي الحلقان اتقطمت او اتكسرت. هبدأ بقى برضو اركب الستاير اللي هي التقيلة. الستاير التقيلة دي يا بنات الاسم بتاعها اسمه كشمير. هي لها اسامي كتير، بس هو اخر مرة لما جبت من عند الراجل في العتبة قال لي اسمها كشمير. بس بتاعت اوضه النوم قريبه جدا منها، يعني قريبه قوي 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 لنفس النقشه، ولها اسم تاني ما تعرفوش بقى، كل واحد بيسمي على حسب مزاجه ولا ايه. بس اهو يا بنات هبدأ بقى اربط كده وديني متشعلقة، هبدأ اربط بقى كده الحلقان ديت، او اللي هو بالمفك كده بربط المسامير في السقف وبحاول كده اظبطها. شايفين عامله ازاي؟ مسطره مسطره. انا بقى برتاح جدا وهي ستاره كده منظمه ومرصوصه كده واحده واحده، بحس كده براحه نفسيه. عارفين لو دي مثلا قامت استخبت وراها ولعبت، بحس ان هي عفرتتني كده، اقوم قايمه وعدلها لها تاني وظبطاها. هبدأ بقى اركب الكفر، غسلته كمان هو بتاع البين باج. بصوا انا كنت جايباه من جوميا، بس الكلام ده بقى من فترة، يعني ممكن نقول سنتين تلاتة حاجة كده يعني. كان نازل عليه اوفر في البلاك فرايداي، فكنت بنص السعر تقريبا، فكنت استغليت بقى العروض دي وبصراحة جبته. بس حلو في الصيف بيحرر شوية عشان طبعا فرو، لكن في الشتاء جامد جدا بقى، وتقعدي بقى قاعدة براحتك كده تحت الشباك بقى في اي مكان، لو عندك بلكونة برضه تبقى حلوة. بس انا بحطه هنا جنب الستارة دايما بنقعد فيه، يعني او مش أنا اكتر حد بيقعد فيه بصراحة هو جوزي، هو بيحب يقعد في الركن كده ده مع نفسه. تعالوا بقى يا حلوين اوريكم الحاجات اللي انا جبتها السنه دي، هنفرشها كده مع بعض باذن الله تعجبكم. هبدا باول حاجه جبتها وهي حاجات، بصوا هي حاجات بسيطه بس كيوت وجميله جدا. انا في الشنطه، بصوا اول حاجه هوريها لكم دي انا جبتها من بيج على الانستجرام اسمها بوبو. البنت دي بتشتغل حاجات الهاند ميد، فبصراحه حاجات جميله جدا. الحاجه عجبتني قوي اللي انا اخترتها، فاول حاجه جبتها من عندها وهي الطقم ده يا بنات. بصوا الطقم ده جامد جدا وحلو قوي في كل المواسم، وهيبقى طبعا حلو في فتره الخريف والشتاء. دول يا بنات عباره عن 3 كوسترات طبعا معمولين هاند ميد. بصوا بقى الميزه فيهم بقى تقدري تستخدميهم باكتر من حاجه، يعني ممكن تحطيهم على الترابيزه سواء واحده او تحطي التلاته، وممكن تحطي عليهم اي ديكورات عندك، وكمان ممكن تعلقيهم. بصي هي عامله من ورا زي هوك كده عشان تعلقيه بقى في الحيطه، فيبقى زي شكل البراويز كده وهو متعلق على الحيطه. فصراحه انا عجبتني الفكره التانية ان انا احطهم على الحيطه، فطبعا هقول لكم احطهم فين وهنسقهم ازاي. فدي كده اول حاجه، الثلاث الكوسترات دول من عند بو. بصوا يا بنات الفازه القمر دي، الفازه دي يا بنات ترند قوي وطالعه موضه، في منها الوان كتير. بصوا دي الدرجه اللي هي الابيض. بصوا من قريب عامله ازاي، شكلها حلو قوي، تحطي كده ديكور، ممكن تحطيها كفازه تحطي فيها ورد او زرع اي حاجه انت عايزاها، تبقى محطوطه كده على الترابيزه على رف عندك، فهيكون شكلها حلو قوي. بصوا جبت معاها ايه؟ جبت معاها الهيش ده. بصوا الهيش ده اللي هو فيه سنابل، بصوا بصوا عامل ازاي يا بنات، حلو قوي وفلافي كده وناعم. فدول كده ان شاء الله هحطهم جوه الفازه دي، عشان كده ما رضيتش اجيبها البيج، قلت عشان اكسر شويه اللون الهيش اللي هيتحط فوق. خليتها كمان عملت لي السبح دي، طبعا السبح دي جميله جدا، ويعني بصوا شكلها حلو قوي وكمان سعرها ما كانش غالي. عملت لي الشكلين دول، قلت شكلي كده احطه على الفازه، والشكل التاني احطه كده على الصينيه او احطه على الرف. يعني هنساقهم معاكم دلوقتي وهنشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. جبت كمان من عندها الياقتين، بصوا يا بنات الوانها حلوه قوي، عايزه اقول لكم ان الثلاث درجات مختلفين، والديزاين بصراحه حلو قوي. يعني بص حاطه هنا السبحه او اللي هي البلابل بتاعت السبحه، والشكل مختلف، يعني مختلف خالص، حاسه ان التلاتة غير بعض، فعجبوني قوي بصراحه شكلهم حلو. هنسقهم برضو مع بعض وهنشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي في الصينيه. بصوا بقى الكيوت دي عشان ديما، بصوا يا بنات عامله ازاي،
شكلها عسل قوي ومعمول لها هوك كده من ورا عشان خاطر برضو اعلقها لها. بصوا شكلها حلو قوي. تعالوا بقى للمكرمية القمر دي. بصوا يا بنات حلوة قوي، وكمان عجبتني قوي ان هي بسيطة وهادية. حابة كده ان انا احطها في الأوضة هنا بقى، بما ان الالوانات هتبقى فيها اورنج ولابسه لكم اورنج، مش واخدين بالكم ولا ايه؟ فحبيت كده ان انا اختار حاجة تكون هادية وبسيطة تنفع كده في جو الخريف الحلو اللي احنا فيه ده. فهنسقه كده معاكم وهقول لكم احطها فين دلوقتي. بس قولوا لي برده ايه رأيكم فيها، عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي وبسيطة وعجبتني جدا. المهم يا بنات دي كده خلاص، مفيش حاجة تانية كده. دي كده الحاجات اللي انا جبتها من عند بوبو. هحط لكم يا بنات اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس وصندوق الوصف، عشان لو حابين تطلبوا حاجه منها. بجد حاجات جميله، وكل الحاجات اللي انا وريتها لكم ولسه هوريها لكم هحط لكم برده اسعارها عشان تبقوا عارفين الحاجه جبتها بكام. فالمهم كده دي شكل المكرميه. قولوا لي برده رايكم فيها ايه. تعالوا بقى للكفرات القمر دي. بصوا يا بنات، انا طلبت الكفرات دي من بيج برضو على الانستجرام اسمها ام جاليري. طلبت من عندها الست دي، كانت 4 مع بعض. بصوا الواناتهم حلوه ازاي. هو الاساسي بتاعهم الابيض، وطبعا اللون البرتقاني ده داخل معاه. فبصوا بقى ده كده اول شكل. ده كده شكله، لونه مزهزه قوي قوي، وكمان في لمعه كده. بصوا عامله ازاي. والبرنت يا بنات وش وظهر. فده كده ايه اول واحده. وده الشكل التاني. بصوا ده الشكل المربعات ده. وجبت الشكل اللي هو المقلم. فانا طلبت الاربعه دول. تقدري تطلبي طبعا بالواحده، بس انا قلت اجيب الاربعه دول لاني ما عنديش الشكل نفسه كرسمه كمقلم ومربع والحاجات دي. وطبعا هستخدم حاجات من اللي موجوده عندي تبقى لايقه مع الالوان الجديده دي. فالمهم دي كده الكفرات المخدات بتاعه الكنب، ان شاء الله نفرشه في الاوضه هنا. تعالوا بقى لاخر حاجه انا طلبتها من بيج اسمها اوسكا برضو على الانستجرام. البيج يا بنات دي بتعمل خشبيات. فانا بقى كنت بدور على حاجه خشبيات تكون شكلها حلو ويكون برضو سعرها مش اوفر قوي. لاني سالت يعني النجار العادي اللي هو اي حد يعملها لي، فلقيتها برضو هتبقى سعرها نفس اللي هطلبها. فخلاص انا قلت اطلب الحاجه اللي شفتها وعجبتني، بدل ما اروح حد تاني ما يعرفش يعملها لي بنفس الشكل. اول حاجه طلبتها من عندها وهي كلمه هوم. بصوا يا بنات، دي كده كلمه يعني مدهونه، ودي محطوطه على قطعه خشب. بس انا في حاجه بقى، يعني انا كنت طالبه الخشب كان اغمق من كده، او الصوره كانت اغمق من كده، بس هي جابتها لي لون فاتح، فبتقولي هي دي الدرجه اللي متاحه. فقلت خلاص مش مشكله، ممكن ابقى ورنشها او اغير اللون بتاعها. انا في البيت الموضوع مش هيبقى صعب. فجبت من عندها كلمه هوم. طلبت من عندها الشمعدان ده، او اللي هو الكاندل او حامل الشموع زي ما تسموه. ده كده هو شكله يا بنات، برضو خشبيات حلو قوي. بصوا مقفول من تحت، والجزء اللي فوق ده مفتوح عشان لو عايزه تحطي فيه شمعه. فشكله حلو قوي وهيبقى حلو جدا في الديكور، سواء على الترابيزه على الارفف. الحاجات دي يا بنات كلها معموله عموله. فبصوا شكل عامل ازاي. فده بصوا بقى اللي انا بقول لكم فيه، ان هو ده حاساه واخد لون كده او متورنش، وده مش متورنش. فانا هحاول اورنش دوت ان شاء الله في وقت كده اكون فاضيه فيه، بحيث ان انا اوصل لنفس الدرجه. فده كده الكاندل. هقول لكم طبعا كل الحاجات دي هنحطها. هي الصينيه الخشابي دي. بصوا بقى الصينيه دي، انا كنت نفسي في صينيه خشب بقالي فتره بدور على حاجه كده كويسه، وفي نفس الوقت تبقى شكلها كديزاين حلو. فانا عجبتني الصينيه دي. بصوا يا بنات، ادي كده الخشب، حتى ثمره الخشب باينه، وليها المقابض دي كده. وده كده هو شكلها. بصوا بقى مكتوب الناحيه التانيه ايه، بي هابي يا جماعه. فالمهم دي كده هو شكلها، بس طلع حجمها كبير. يعني متخيلش ان هي تبقى كبيره كده. هي مقاسها 30 في 40. فعلى الحقيقه تحس ان هي كبيره. يعني عجبتني بقى، ينفع تحط ديكور، ينفع تستخدميها في الفطار، تستخدميها استخدام الشخصي بتاع البيت، تحطي عليها اطباق في الفطار. فينفع استخدمها في اكتر من حاجه. فده كده شكلها، وفي منها احجام. بس بصراحه ساعات قلت يعني يا ريتني كنت طلبت بس اصغر شويه. ما تخيلتش ان الصينيه هتبقى كبيره قوي كده. فبص عامله قدي بالظبط. فالمهم ده كده شكل الصينيه. خلاص بقى عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، انا وريت كده كل المشتريات وكل الحاجات اللي انا هحطها، بلس طبعا الحاجات اللي عندي اللي انا شايلاها واللي انا هحطها السنه دي، او الحاجات اللي انا كانت اللي انا كنت شايلاها معاكم. هبدا برضو انسقها كده بطريقه تانية ومختلفه، فان شاء الله برضو تعجبكم. فيلا بينا عشان ما اطولش عليكم.
تعالوا بقى نبدأ نرص الديكور بتاعنا. بصوا يا بنات، الصينية دي أنا كنت جايباها من أيكيا، هي عبارة عن برواز بتحط فيه صورة عادي، وأنا كنت جايباه عشان أحطه كصينية أحط فيها الديكورات. طبعا الناس اللي متابعيني يبقى عارفين إن أنا بحطها كده في نص الترابيزة وأحط فيها الديكورات والزرع بتاعي وكتب ديكور كده. فأنا النهاردة إن شاء الله هعملها فكرة مختلفة تماما. هي ميزة بقى فيها إن فيها تركاية كده تقدري تغيري فيها. فأنا كان عندي الورد المجفف ده برضو كنت جايباه من أيكيا، فحطيته كده من جواه بدل البرواز، وده كده شكله. طبعا الجزء اللي كان فوق دوت اللي كان مفتوح اللي بحط فيه الفازة او الديكور، طبعا انا حطيت الجزء الشفاف ده قدام في مكان ليه فتحة، فقفل على الزرع، فكان شكلها حلو قوي. طبعا شايفين شكلها اختلف تماما ازاي. فقصدي ان الواحد ممكن يجيب حاجة واحدة ويقدر يستغلها باكتر من طريقة وينسقها باكتر من فكرة. نيجي بقى للطارات بتاعتنا دي. الطارات دي يا بنات مش غالية، بتبقى حوالي بسعرها من 20 25 30 على حسب الحجم بتاعها. تقدري تجيبي اي حاجه عندك قماش وتحطيه. طبعا دول الطرح بتاعتي، الطرحه البرتقاني دي والطرحه المشجره دي طرح انا بخرج بيها، بس حاجات قلت ايه بستخدمها في الديكور، فمش مشكله بدل ما اغرم نفسي واروح اشتري قماش ومش هلاقي القماش اللي انا عايزاه. فالمهم زي ما انت شايفين حطيتهم في الطراز، وطبعا انا بوريكم ازاي بتقفل من ورا. انا طبعا هقعد اقفلها بالدبابيس كده، الدبابيس اللي هي بتاعه الطرح اللي هي الفردانيه دي، فهقفلها كده بحيث ان هي ما تبقاش مفكوكه من ورا. نيجي بقى للعلبه دي. بصوا انا عندي الزرعه المتدليه كنت حطاها في البوت اللي هو القماش، فانا مش عايزه اغير شويه من شكلها، فمش عايزه احط البوت القماش. فانا كان عندي علبه القهوه دي بتاعت ابو عوف، كنت شايلاها بقالي فتره كده، قلت ايه اخليكي اكيد ليكي عوزه وهبقى استخدمك في حاجه ليها علاقه بالديكور. كان عندي الخيش دوت عندي بقاله سنين قوي قوي قوي، بقاله كتير جدا، وشايلاه كده مع الحاجات اللي انا بستخدمها في الديكورات. فقلت تعالى كده بدل ما انا ركناك اعمل بيك البوت دوت زي بتاع ايكيا، شبهه جدا ما فيش فرق بينه وبينه. هتشوفوا كمان بتاع ايكيا انا عندي، فهوريكم ازاي. فقلت كده اصلا مش هيبقى باين ومش هيحس ان في فرق، خصوصا ان انا هحط فيه زرع متدليه فهتبقى مغطياه زي ما انتم شايفين كده عامله ازاي. بس المهم ان انا دخلت الخشبيات فكسرت اللون شويه. حطيت بقى الرف اللي فوق عند العمود ده، ابتديت احط الحامل اللي بنحط عليه الاطباق، وهبدا ارص كده الطارات اللي انا حطيت فيها القماش. طبعا انا بغير قماش الطارات بلونها على حسب الديكور اللي انا حطاه والوانات المخدات اللي انا حطاها في الركنه. وده كده الرف التاني. نيجي بقى للرف التالت. بصوا بقى انا عندي الشموع دي كنت جايباها من العتبه كده، 3 بيتباعوا مع بعض. فانا كان عندي بلوفر قديم ما بلبسهوش وكان في حتت متقطعه كده، فعموما ركناه وما بستخدموش خالص. فاخدت الكم بتاعه، خدت كم واحد، وزي ما انتم شايفين لبسته كده كفرات للشمع. يعني قلت ادفيهم كده شويه، وقلت في نفس الوقت اغير من شكلهم، وحبيتهم قوي. بصوا شكلهم حلو ازاي. وطبعا الجزء اللي كان حسيت ان هو واسع شويه بالشمع كده، وبقيت الزقه على الشمعه. فشكله حلو قوي. حطيت كمان البروز اللي فوق ده، كان عندي برنت كده فيها درجه الاورنج والحاجات دي، فحطيتها. ما طبعتهاش جديده، كانت عندي من فتره يعني، وكنت شايلاها من ضمن الورق اللي بستخدمه في الديكور. فحطيتها كده، وكان عندي كمان هيش الاورنج ده حطيته. وغيرت خالص من شكل الرف. حتى هتلاقوا كان في اللي هو اسمه ايه دوت الصورة كده فيها اليقطين وكده، فحطيتها برضو لقيتها موجودة، فقلت كويس اغير شوية من شكلها. هنبدأ بقى نركب الكفرات بتاعتنا. انا حبيت ان انا اغير، ودي اول مرة بصراحة ان انا احط درجة البيج مع الجري، اول مرة اعملها بصراحة. بحط درجات مختلفة تماما، اول مرة ادخل البيج. بس بصراحة حبيت كده ان انا اكسر شوية واشيل الرمادي من الأوضة، واكسر كده اللون شويه واحط البيج عادي. يا جماعه انا لابسه اهو قميص اورنج ولابسه طرحه بيج والوان ماشيه كده كلها مع بعض. حتى المفرش دوت اللي انتوا متابعيني يعني عارفين ان انا بفرشه بره في الريسبشن. فانا شلته بقى من بره وغسلاه طبعا وكويته، وقلت بقى افرشه هنا عشان يعني ايه ادي دفى اكتر، وفي نفس الوقت يبقى الالوان كلها متناسقه مع بعض. اللون الاورنج دوت اللي عندي ده كنت جايباه من ايكيا، بتتباع بالواحده. وهنا البيج ده برضو كان في الصالة عندي. هتقولوا لي يا نغم طب انت شلت البيج من الصالة هتحطي ايه؟ هتعرفوا ان شاء الله في الفيديو بتاع الريسبشن، هقول لكم عملت ايه فيه. فهنا بس حبيت ادخل البيج مع درجة الاورنج دي، ودي الاربع كفرات اللي انا جبتهم حبيت انسقهم بالطريقة ديت.
وهنا بقى هنيجي عند المفرش ده كان عندي من السنة اللي فاتت مش جديد، بس طالما عندي واستخدمته بس في فترة الشتا فحرام مش هارميه أكيد. فحبيت ان انا افرشه. بصوا بقى هنبدأ ننسق الترابيزة ازاي. والصينية حطيتها كده وابتديت ان انا احط العيدان دي الخشب يا بنات اللي انا بحطها في ازازة البرفيوم، انا وريتها لكم لما دعاء كانت جايبها لي هدية، فقلت بقى احطها هنا على الترابيزة. الصينية بصراحة كانت كبيرة، فانا ما كنتش ناوية كده، انا كنت احط بس الياقتين مع الفازة والهيش وخلاص. بس لقيت الترابيزة والصينية فاضية، فقلت لا احطها كده شوية، وفي نفس الوقت فيها الاسود والخشبيات فهتبقى لايقة مع الصينية جدا. تعالوا بقى هنا بصوا بقى الهوك ده جامد جدا. يعني بص محمد يا عيني لف لما قال بس عشان يجيب لي هوك يكون شكله حلو ويبقى لايق كده على الحيطه. جاب لي اللي هو السيلفر ده، كنت عايزه الشفاف بس ما لقاليش. جاب لي دول الاربعه مع بعض تقريبا عاملين 50 جنيه. قلت بقى احطه هنا واعلق عليه المكرميه. تعالوا بقى تحت التلفزيون هحط كلمة هوم، ودوت البوت يا بنات اللي بقولكوا عليه بتاع ايكيا. حطيت فيه الزرع هنا على جنب، والكوستر ده يا بنات بحط عليه كوباية الشاي، كوستر خشبي عادي كنت جايباه ب15 جنيه تقريبا. بتحطي عليه اي ديكورات، حطي عليه كوباية الشاي بتاعتك فهو شكله حلو كده. وادي يا بنات الخشبيات قلت احطها هنا، وكان عندي الكاندل بتاع او اللي هو الشموع اللي هي بتاعت ايكيا، حطيتها كده من فوق. وقلت بقى اوريكم الشكل النهائي عامل ازاي في التنسيقات. بعد ما اترصت حسيت بتغيير تماما في الالوان اللي انا عملتها. شويه تاتشات كده يا بنات اللي اتحطت في الهيش، في البلوفر اللي قطعته وحطيته. يعني حسيت كده ان في حاجات بسيطه ممكن الواحد يعملها وهيفرق جدا في شكل المكان عنده. وبس كده يا حلوين، كده اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون عجبكم وتكونوا كده استمتعتوا معايا بكل لحظه كانت فيه. وعجبكم كل التنسيقات والديكورات اللي عملتها. باذن الله تاخدوا افكار كده منها حلوه وتقدروا تنفذوها في البيت في اي وقت. فبس كده لو وصلتي معايا لحد هنا فيا ريت تنزلي تعملي لايك للفيديو جامد جدا، وتسيبي لي كومنت حلو زيك، وقولوا لي رايكم في الديكورات الجديده بتاعت السنه دي. واعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. وبس كده، واشتركي طبعا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش او اول مره تشوفيني. واشوفك على خير فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم قد الدنيا. باي باي، مع السلامه.